السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وأحسن. كل سنة وأنتم طيبين يا حبايبي. عيد الأضحى كلها أيام، وعيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بخير. فحبيت النهاردة أعمل أكلات العيد بقى، كل سنة وأنتم طيبين. فهنعمل النهاردة مع بعض إن شاء الله الرقاق الناشف، وهوريكي لو كنتي عايزاه يكون طري وتحتفظي بيه، أو عايزاه يكون ناشف زي ده للفتة. تحشيه لحمه، رقاق باللحمه، صينيه رقاق باللحمه. بصوا مستوي ازاي، بصوا الفقاعات دي، ده دليل ان انت مسويه صح. والقرمشه بقى بتاعته صوت الفيديو الاساسي مفصول، يعني انت لما تعمليه بالطريقه هتلاقيه مقرمش معاكي كده، نفس ده بالظبط باذن الله. تبع الطريقه وتتبع الخطوات. بس ما تنسوش بقى يا حبايبي اللايك للفيديو والاشتراك وتفعيل الجرس علشان اي حاجه جديده انزلها توصلك مني باذن الله. قناه اخترنا لك مع نودي. بصوا مقرمش وحاجه بقى عظمه، انت اللي عاملاها في بيتك وبايدك وضامنه النظافه بتاعتها. يلا نشوف مقاديره ونشوف خطواته. معايا هنا 4 كوبايات دقيق بالتساوي، 4 كوبايات دقيق بالتساوي. ومعايا هنا شويه ملح، معلقه ملح صغيره، ومعلقه فانيليا. انا بحب الفانيليا في اي مخبوزات، لو انت مش بتحبيها هي بتدي ريحه ما تحطهاش. يبقى اول حاجه هعملها هنزل بالاربع كوبايات دقيق بالتساوي، هنزل بالاربع كوبايات دقيق بالتساوي. هو مقاديره بسيطه وسهله، ما فيهوش اي حاجه، شويه ميه على شويه دقيق وشويه ملح، هو ده. الفانيليا دي اضافه من عندي، حابه تحطيها حطيها، مش حابه تحطيها مفيش اي مشكله، انا بس بحطها عشان بتدي ريحه لاي مخبوزات. هنا هنزل بمعلقه الملح الصغيره ومعلقه الفانيليا الصغيره، والميه هنزل بيها تدريجي. الاربع كوبايات اخدوا مني كوبايه ونص ميه، والميه مش معيار، الميه على حسب نوعيه الدقيق بتاعك. ونسيت يا ولاد 3 معالق زيت وسط، يعني 3 معالق زيت، نقوله 3 معالق زيت من بتوع الاكل، يبقى 3 معالق زيت، ما تكتريش، هو بيحتاجش اي دهون في طريقه العجن بتاعته. دي نص كوبايه ميه. بصي انا نازله بالميه تدريجي، الاربع كوبايات اخدوا مني كوبايه ونص، ومش معيار، انت ممكن تاخدي كوبايه، ممكن تاخدي اقل، ممكن تاخدي اكتر، على حسب ما الدقيق بتاعك بيشرب. وبعد ما خلصت الميه ضفت ال3 معالق زيت. هنا بقى طلعتها النهارده، اشتغلت على ايدي، بعجن على ايدي. هو هيحتاج منك عجن ياما لحد ما العجينه تبقى معاكي طريه ولينه. النهارده مرضتش استخدم العجان عشان اللي مش متوفر عندها العجان. بصي بتفضلي بقى ايه، على قد ما ربنا يديكي صحه وقوه كده، شمال يمين رايح جاي لحد ما العجينه تبقى معاكي طريه ولينه ان شاء الله. بصي انا قسمتها نصين عشان اقدر اتحكم فيها، وبعد كده هعمل النص التاني، وبعد كده اضيفهم الاتنين على بعض. بصي بتفضلي تعملي فيها لحد ما تديكي ملمس لين وطري. بره دلوقتي بقى غالي، مش عارفه في مصر بقى بكام. وهنا الرقاق مش بنلاقيه في المانيا. بصوا الجلاش متوفر عند الاتراك، لكن انا ما شفتش رقاق هنا في المانيا، وانا بحبه بصراحه في العيد الكبير، وبحبه مع الرقاق باللحمه، وبحبه مع الفته بصراحه. هنا هسيبها بقى، بعد ما خلصتها هغطيها واسيبها ترتاح شويه. بعد ما ارتاحت بقى هروح جايبه شويه دقيق واعمل كور منها، يعني كل ما بتريحيه كل ما بيديكي نتيجه ممتازه ان شاء الله. هنا اول حاجه بعد ما العجينه عملتها سبتها ترتاح شويه بتاع 10 دقايق 15 دقيقه. دي بعد ما ارتاحت هبتدي احط شويه دقيق على الرخامه، بس تكون نضيفه طبعا، وهبتدي اكور كور. هم عملوا معايا حوالي 13 او 14 كوره، هنعدهم مع بعض مش فاكره. بصوا اللي وصلت معايا لحد هنا اللايك بيرفع الفيديو، بيخليه يتشاف يا جماعه. بصوا اهو بتكوري بقى كل الكميه دي كلها، وبعد كده برضو بتغطيها وتسيبيها ترتاح شويه اهو. طبعا انا هخلص الكميه كلها عشان وقت الفيديو، وبعد كده هوريها لك. دي كل الكميه بقى هروح مغطيها في فوطه واسيبها برضو ترتاح شويه. لاحظي ان هو ما فيهوش خميره، فانت لازم تريحي العجينه من وقت للتاني.
هنا بقى هبتدي ارش شويه دقيق قدامي، وهبتدي ابدا باول واحده انا عملتها. انا هعمله على البوتاجاز من فوق، بس وقت ما عايزه انشفه هدخله جوه الفرن. يبقى انا هشتغل على البوتاجاز من فوق، وممكن انت لو عايزه تشتغلي في الفرن على طول اشتغلي، بس انا اشتغلت يعني اللي عايزه تستخدم البوتاجاز من فوق هوريلك الطريقه معايا، ولو انت عايزه تدخليه في الفرن على طول دخليه. بس انا الاول هشتغل على البوتاجاز من فوق، وبعد ما اخلص الكميه كلها هدخله بقى الفرن احمصه شويه ينشف زي ما انت شفتيه في اول الفيديو كده. بصي على قد ما بتقدري بتفردي كده وترققي العجينه. بصي لازم تكون رقيقه معاكي كده، هو الرقاق بيبقى لازم يكون رقاق من اسمه رقيق. انا هنا حاطه صينيه على البوتاجاز وقلباها، هبتدي بقى احط الرقاق عليها وافردها كده زي ما انت هتشوفي معايا. لو انت عايزه بقى تعمليه كل الكميه من على البوتاجاز من فوق تمام، عايزه تبتدي من اولها وتدخليه الفرن تمام، يعني حريه التسويه دي ليكي. انا هسوي من فوق وبعد كده هدخل الفرن يتحمص بقى. بصي ما شاء الله تبارك الرحمن كده العجينه معاكي مظبوطه. هنا بقى لو انت عايزه تخليه طري مش هتدخليه الفرن ينشف، هتروحي سايباه يبرد شويه وهتروحي محبيه في اكياس ومدخله الفريزر لو انت عايزاه طري. اهو اللي بتحبه طري تبقى لحد كده مش هتدخل الفرن، هتسيبيه يبرد شويه وبعد كده هتحطيه في اكياس في الفريزر. هنا بقى بعد ما خلصت الكميه كلها على البوتاجاز دخلت كل الكميه كلها في الفرن على اقل درجه حراره في الفرن عندك، وتسيبيه يتحمص شويه. يبقى بعد ما بتخلصي الكميه من فوق بتدخليها في الفرن على اقل درجه حراره في الفرن. وبالهنا والشفا يا حبايبي اللي يجرب الرقاق الناشف، وان شاء الله هيعجبكم. جربوا طريقه نودي وخطوات نودي. متنسوش اللايك للفيديو والاشتراك وتفعيل الجرس. قناه اخترنا لك.